مساء الفل، اهلا بيكم برنامجكم حلو القاضي. انا بجري بس كده بسرعه عشان اعمل الكريمه تلحق، عشان نلحق نسوي الكنافه. احنا هنعمل مع بعض النهارده، قلنا عندنا مهرجان الكنافه ان شاء الله. تمام، هناخد معانا كنافه بالكريمه اللي هي بالقشطه الكدابه. هي اسمها قشطه كدابه، انما هي مش قشطه طبعا، هي كريمه بس انا بعملها بضيف لها يا اما كريمه لباني يا اما اضيف لها شويه كريمه شانتيه. هربطها بس على النار عشان تبرد بسرعه ونشتغل، وبعدين ندخل على حلقتنا. امبارح احنا اشتغلنا القمر الدين. مجرد ما الكريمه هنا بتاعتي بصوا تبتدي تقلب، بنزل بالنشا بتاعتي كده اللبن، خفيف كده، واول ما تبتدي تقلب يبقى كده النشا بتاعي ربط. هنفضيها وندخل على الحلقه. امبارح انا قلت لحضراتكم احنا عملنا قمر الدين، تمام، ما كانش لسه استوى لان البوتاجاز كان تعبنا شويه امبارح. اهو شايفين القوام اهو. فانا عايز قاصد دلوقتي ان انا هولع عليه وهسويه قدامكم عشان تشوفوا التسويه بتاعته على الهوا مع بعض. العود اللي انا عايز اوصل ليه كده، مجرد بس ما هتربط معايا هتلف، هوقف وابتدي اشتغل شغلي. القشطه الكدابه عندنا المقادير 350 جرام لبن، عليهم 50 جرام كريمه لباني. طب انا لو ما عنديش كريمه لباني هستغنى عنها ب 50 جرام ميه، عليهم 25 جرام كريم شانتيه باودر. المقصود بيها ان انا ايه الفرق بين القشطه واللبن؟ نسبه الدسم. فانا برفع نسبه الدسم بتاعت اللبن عشان تديني طعم القشطه. عشان كده بيقول عليها قشطه كدابه، لان هي مش قشطه طبيعي. لان القشطه الطبيعي انا ما اقدرش احطها كده اهي، تمام. القشطه الطبيعي انا ما اقدرش احطها في الكنافه، والا هتدخل الكنافه هتسيح. تمام معانا؟ ماشي. طيب هنيجي قدامنا هنا كده بس نروق ونبتدي نشتغل كده. احنا عملنا خلاص انا كنت عامل لكم جزء كده وجزء كده، بس احنا سوينا ده اللي على النار، وهنشوف لو في وقت هنرجع نعملها من اول وجديد تاني. عندنا اهي، طلع بس الجوانتي. ماشي. طيب حاضر. ادي الجوانتي بتاعنا. اولا احنا هنتكلم عن الكنافه. الكنافه في منها نوعين. احنا اتفقنا مهرجان الكنافه، يبقى هنمسك اصناف كتيره من الكنافه ونتكلم عليها ونشرح ونقول. انا عايز دي هنا كده اهي. انا عندي هنا كده على ما تسيح بس لان هي امبارح زي ما احنا اتفقنا ما لحقناش نسويها، فهنقول دلوقتي نسويها ازاي. طيب هجيب عندي حله وهحط على النار السكر. شربات الكنافه بتاعي هنقول مقاديره. عندي 600 جرام سكر، عليهم ميه نصهم ميه، وعليهم عسل جلوكوز. نجيب بس من هنا كده اهي. اهو ماشي. يبقى ده شربات الكنافه بتاعي، تمام. وهنتكلم برضو لان في اكتر من نوع شربات. كل حاجه في الشرق ليها شربات، تمام. وهيقولوا لي شربات دي اسكندراني يا شيف احمد. معانا استاذه ملك من القاهره. الو. الو. ايوه. ايوه ستي اموريني. انا عايزه اسال احنا ازاي بنعمل البيتزا عينيا يا ملك، حاضر. هعمل لك البيتزا. انا بعمل البيتزا بطريقه حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. هقول لك المقادير دلوقتي والطريقه. معلش. اهي الفرن اللي احنا هنشتغل بيها، فرن الشرقي. ليكي اسئله تاني؟ طب يا ملك ماشي خلاص حاضر.
واحنا شغالين كده هنقول ايه الطريقه مع بعض. ادي السمنه بتاعتي تمام، كبشه اهي تمام. هاجي هنا، قلنا فرم الشرقي دايما لازم تبقى مايله شويه، شايفين؟ عشان لما هحط الكنافه كده واجي اكبسها يبقى ايه الفرم تدخل جوه بعض، ما يبقاش فيها مشكله، اقدر ان انا اكبسهم جوه بعض، ما يكونش بس فيها ميه، لان احنا هنحط سمنه دلوقتي اهي. خلاص هنسمن الصينيه بتاعتنا خفيف كده من تحت اهو تمام. هاجي هنا، دي الكنافه بتاعتنا اهي، بتيجي كده، دي اسمها كنافه بورما، بتيجي طرح من عند بتاع الكنافه. بكره ان شاء الله ربنا يسهل لو كده هنلف كنافه ونشوف ازاي بتتلف الكلام ده كله. انما دلوقتي انا عايز اخد منها بالشكل ده كده ونبصمها. يعني ايه ابصمها؟ في ناس تقول لك ايه، حط الكنافه في الفريزر وطلعها هتكون ماسكه جامده، اضربها تروح مفرفته. الكنافه لو فرفتت جامد كده زي ما حصل قدامي كده، الحاجات الصغيره دي عمرها ما هتنفع. هاجي اعملها الاقيها فكت من بعضها تمام اهو كده. انا دلوقتي بقطعها اهو. بقطع قد ايه؟ شايفين؟ انا عايز خوصل المقاس ده كده اهي، شايفين اهي، خوصل بالمقاس ده. ليه؟ عشان الخصله دي لما تيجي الكنافه احطها في الصينيه، الخصل بتدخل جوه بعض كاني عامل بالظبط قماش او نسيج. الخصل بتدخل جوه بعض فتبقى الكنافه ماسكه نفسها. في ناس يقول لك ايه، الكنافه بقى البودره دي بنشيلها نلاقي الكنافه حته الكنافه مش ماسكه نفسها. ليه؟ لان انا عاملها بودره فما فيش حاجه تمسك. انما الشعر لما بيدخل جوه بعضه كده بيبقى زي النسيج يمسك بعضه تمام. يبقى ادي اول تركه بالنسبه لي. يبقى مش نعم والله ده شرف ليا. استاذ احمد المخرج بيقول لي يا شيخ احمد انا بقالي 40 سنه ما باكلش حلويات وانت هتخليني احب الحلويات، فبقول له دي يعني شهاده اعتز بيها وشرف ليا. لما هتدوق دلوقتي الكنافه دي يا استاذ احمد هتلاقي طعمها مختلف، لان الطريقه دي بتاعتي انا اللي مالفها تمام. وهشرح لكم ايه الفكره فيها وايه الفرق بينها وبين الكنافه. احنا اتفقنا ان احنا في حلو القاضي القنوات مليانه ناس بتعمل ريسبيهات وناس بتعمل حاجات حلوه وبتعمل كنافه اتعملت 100,000 مره. انما الكنافه من حلو القاضي ليها طعم تاني مش هيحس بيه الا اللي يجرب ورانا. ايوه حبيبي اتفضل. طيب احنا هنعمل دلوقتي كنافه عثمانيه تمام. استاذ احمد بيقول لي ايه الفرق بين النابلسيه والعثمانيه؟ العثمانيه نوع من الكنافه والنابلسيه نوع من الكنافه بالجبنه، ودي بتتعمل في فلسطين وفي لبنان وفي دول الشام، بس هي فلسطين اكتر بلد معروفه بيها تمام. النابلسيه بتتعمل بالجبنه العكاوي وبتتعمل على البوتاجاز، ما بتتعملش في الفرن. بتبقى رقه كنافه بتاخد لون اصفر غروب الشمس وتسيرب وتاخد جبنه عكاوي على الوش وتتسوى على البوتاجاز. ليه؟ عشان الارضيه بتاعتي ما تلونش. سوري، عشان الارضيه اللي تلون والجبنه اللي فوق ما تستويش. انا عايز الجبنه يا دوبك تسيح، زي فكره البيتزا، عايز الجبنه طريه وبتمط على الوش، نفس فكره البيتزا. لو انا سويتها في الفرن هتكون الجبنه اللي فوق دي شدت ونشفت مني. هنعمل الكنافه بتاعتنا، بصوا هنبصم ازاي. دي اسمها تبصيم الصينيه اهو. معانا استاذه سوسو من القاهره. الو مساء الخير يا شيخ احمد. مساء الفل. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك بالف صحه وسلامه كل الساده المشاهدين. تسلم ايديك وعينيك والله. ربنا يسلمك ويكرمك. تحياتي للقصر كله. ربنا يخليكي وهم بيبعتوا لك احلى سلام. وبشكر البنات كلهم اللي موجودين، ربنا يعزك. وساره ونورهان. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب يا شيخ. وحضرتك طيبه. ليكي اي اسئله؟ ربنا يخليك. طيب. انت مش مخلينا عايزين حاجه. ربنا يكرمك ويعزك. تسلم ايديك وعينيك. ربنا يسلمك ويكرمك. بصوا يا جماعه انا بعمل دلوقتي ببصم الصينيه تمام. اهم حاجه عندي الشربات بتاعي اهو، بس ايه اديله تقليبه كده. بصوا بقى هنا القمر الدين شايفين اهو هيبتدي اهو يسخن معايا. احنا كنت حاطه بس ايه يبتدي يسخن. اهم حاجه عندي انا مهدي النار خالص. ليه؟ انا مش عايزه يتحرق معايا. الحاجه الثانيه بصوا كل ما هيستوي كل ما هيتقل معايا. شايفين بقى عامل ازاي؟ تقله عامل ازاي؟ السيليكون اهو هنا عشان نفضي عليه. نرجع للكنافه كده بسرعه. بصوا انا بعمل ايه.
بملى الفراغات، مش عايز اهو انا بعمل كده وبدوس بايدي، مش عايز تحت ايدي احس ان في حته فاضيه. خلاص، وهاجي هنا وهروح كابس الصينيه بتاعتي كده اهي. تمام اهو، وبعدي تاني كده. معانا ام حسام من كفر الشيخ. الو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلامه يا رب، والاسره بخير. الله يخليك. رمضان كريم ان شاء الله. الله اكرم، الله اكرم علينا كلنا يا رب ان شاء الله. حضرتك بس عايزاك تقول لي بس الكريم شانتيه واللبن مقاديره تاني ايه؟ اللي هي مكان القشطه الكداب. وحاجه تاني ممكن حضرتك بعد اذنك تقول لنا اي شربات يعني مثلا الكنافه تقيل، بلح الشام يعني كده. يعني احنا بصي، احنا عندنا دلوقتي حلويات رمضان كلها. احنا في حلو القاضي ماسكين كده ايه، كورس كامل الحلويات الشرقيه. القشطه الكدابه نزلت قدام حضرتك. احنا في حلو القاضي عاملين كورس كامل للحلويات الشرقيه ان شاء الله مع بعض. كل يوم هنعمل اصناف وهنتكلم، كل صنف هنتكلم عن شرباته وايه الشربات، لان انا يعني انا عندي حوالي 4 اصناف من الشربات بشتغل بيهم في الشرقي. لما عملنا المسبوسه مع بعض تمام، عملنا شربات اللي هو خفيف، اللي هو كان كيلو ميه و450 جرام سكر و150 جرام عسل جلوكوز، وده كان شربات خفيف بتاع الكنافه. معانا مدام سناء. ايوه، ازيك يا ست؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ستي. تسلم ايدك يا ربنا يسلمك ويعزك يا رب. رمضان يا رب. كل حاجتك اللي بتعملها حلوه، وتسلم ايدك. انتوا احلى، ربنا يعزك يا رب. كل حاجه بنعملها من ايدك، وتسلم ايدك يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديكم دايما، وفي كل صفات القناه، وكل سنه وانتم طيبين. الحمد لله. احنا كلنا هنا عشان نسعدكم بس. تسلم ايديكم كلكم، كل اللي بتعملوه كويس. تحت امرك. وانت يعني كل حاجه اللي بنعملها كلها، وانا واولادي واصحابي، وكل الحاجات اللي بتعملها جميله ان شاء الله. ربنا يكرمك ويعزك. كل سنه وانت طيب يا سيف احمد. وحضرتك طيبه. انا بسلم عليك بس عشان كل سنه وانت طيب. وانت طيب، مالكيش اسئله؟ تسلم ايدك. ربنا يسلمك. ايدك يا سيف احمد. ربنا يعزك. مع الف سلامه يا ست. شكرا لحضرتك. ادي الكنافه بتاعتنا اهي، لسه لما تدوق صدقني. وهشرح لكم دلوقتي ايه الفرق بينها وبين اي كنافه تاني بتتعمل. تمام. اول حاجه خلاص، احنا هنا الفورمه بتاعتنا 24 سم. تمام. هتاخد مني 280 جرام كنافه. هتلاقي ناس بره الفورمه دي بيحطوا لها 400 جرام كنافه ويوصلوا لنص كيلو كنافه. طبعا تو ماتش، كتير قوي، كتير قوي 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 قوي. هاجي اكل مش حلوه. اي حاجه لما بتزيد عن حدها تنقلب ضدها. تمام. الكنافه انا وزعتها اهي وعلى الجناب، وهاجي اخد الوش بتاعي اهو هنبطل. طب انا بص، انا كده ممكن اعمل كده لو انت في البيت مش عايزه تقعدي تشدي كده وما يعملكيش مشكله اهو. شايفين اهو. طب انا ليه بفركها كده؟ شايفين انا بعمل ازاي؟ بفرك كده ليه؟ حاضر. الكنافه اهي تحت امرك اهي. هنبصمها كده عشان ندخلها بس الفرن قبل الفاصل، نستفاد بالوقت اهو. يبقى اتفقنا انا ببصم كده. هي الارضيه هتاخد مني حوالي 150 جرام، والوش هياخد مني 130 جرام، يعني انا بتكلم في حدود 280 جرام كنافه لصينيه مقاس 24. خلاص. وعندي قلنا ايه؟ الكريمه. احنا عملنا حوالي 400 جرام كريمه، يعني الكريمه الحشو دي في حدود ال 400 جرام كريمه للصينيه ال 24 دي. بصوا اللي بيحصل ايه دلوقتي، بتبقى في حتت مكلكعه كده، بروح انا افركها كده افكها من بعضها. اهم حاجه عندي وانا بغطي دلوقتي ان انا اغطي الجناب، الحروف بتاعتي. ليه؟ عشان لما اجي اقلب الصينيه ما احسش ان هي الكنافه هتطلع مني من الجناب، لان انا هدوس عليها دوسه خفيفه الاول. تمام. ما احسش انها ايه هتطلع مني من الجناب اهي. تمام. بلف الصينيه بتاعتي كده واتاكد ان هي الجناب كلها مليانه بالشكل ده كده. تمام. ما فيش عندي اي مشكله لو دوست دوسه خفيفه. شايفين انا بدوس اهو، بس مش جامد قوي اهو. الدوسه دي هتخلي لي وشك صينيه. بشوف لو في حتت خفيفه هنا بكملها. شايفين بالشكل ده كده اهو. تمام. وبطلع القلم بتاعنا بتاع الحلوانيه
اللي هو البلاستيكه دي. كده ظبطنا وش الصينيه. تمام. هنيجي بقى للايه التركه بتاعت ايه حلو القاضي. هديها سمنه لما اقول ايه يا بس. ادي كبشه 2. طب يا شيف احمد ده ايه السمنه دي كلها؟ الكنافه كده كده مش هتاخد غير السمنه اللي هي عايزاها. يعني ايه؟ يعني لو انا اديتها حتى كيلو سمنه هتاخد اللي هي عايزاه والباقي هنصفيه بعد كده. اهي الصينيه بتاعتي هتدخل عندي الفرن على 180 وهتاخد في حدود نص ساعه. احنا ظابطينه اهو. هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني. تمام. هنا كده بس نبص. الشربات عندي استوى اهو. خلاص هطفي عليه. قمر الدين اهو. بصوا يا جماعه انا حاطه جنبي، شايفين النار هاديه اهو، شايفين بيقلب ازاي؟ واضح؟ شايفين لونه؟ بصوا ابتدى تقل قد ايه؟ شايفين؟ بصوا شايفين اهو تقل قد ايه؟ شايفين ماسك في المعلقه ازاي؟ اهو. طب انا عايز اشوفه دلوقتي. بصوا هعمل ايه اهو. خدت حته صغيره اهي وهروح حاططها في الفريزر اهي. دقيقه. معانا استاذه سوزي من القاهره. الو. 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 ايوه ازيك؟ كنت عاوزه اسال ازاي بنعمل كيكه بيبقى فيه جواها شوكولاته. الكيكه اللي ايه؟ اللي بيبقى جواها شوكولاته. الكيكه اللي جواها شوكولاته. المولتون كيك. حاضر. طيب هي فكرتها بتعتمد على ان احنا بنعمل كيكه ما فيهاش نسبه الدقيق فيها ضعيفه قوي. تمام. فايه اطلع بس الشربات والكنافه فما بتمسكش جامد وبدخلها الفرن على نار عاليه. فبيحصل ايه؟ حاضر. بيحصل ايه؟ بيحصل ان هي تستوي من بره ولسه من جوه صوص بتاع الشوكولاته فيها. تمام. فاول ما افتحها انزلها من على النار من الفرن يعني الاقيها من بره مستويه. اول ما اقطعها تروح عامله نزل. اسمها في ناس بيقولوا عليها مولتون كيك وفي ناس بيقولوا فوندون كيك. مين معانا؟ مين؟ استاذه ميرفت من القاهره. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف احمد؟ ازي حضرتك؟ ربنا يحسن ما بين ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يعزك. بقول لحضرتك طب نعم. احنا الكنافه لما انا باجي اعملها انا بحط عليها سمنه وحبه سكر وادعكها بيهم وارصها في الصينيه. دي افضل ولا اللي حضرتك حطيت السمنه كلها من فوق الوش؟ لا بتاعتي انا افضل. يعني اعمل دي احسن. إيه؟ طيب بالنسبه للكنافه الاساور. ايوه. في بعض الشيفات قالوا لازم نبيتها قبل ما نسويها. ما فيش حاجه اسمها لازم. احنا نعرف ليه. احنا هنعمل بكره كنافه اساور ان شاء الله. احنا هنكمل مهرجان الكنافه بتاعتنا. هنعمل بكره كنافه اساور وكنافه واصناف من الكنافه. تمام. هشرح لكم كله بكره ان شاء الله. حاضر. تسلم ايدك يا شيخ. احنا عندنا انتم متعودين معايا ما فيش حاجه اسمها كده. لا لازم افهم. ماشي يا مدام ميرفت؟ حاضر. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ ده شربات اللي انا محضره قبل الهوا. خلاص. بص انا عملت ايه. خدت شويه منهم اهو. تمام. هحطه على النار وايه هسخنه واغليه. تمام. وهاجي هنا هنعمل الكورنيه. كده اهي. ادي كده اهو. قمر الدين بقى طبعا لما دخل في التقل ده لازم على طول بقى ايدي فيه ما استناش. بس شايفين ابتدى يلم مع بعضه ازاي حته. بصوا ان المربى والحاجات تسويتها سهله انما قمر الدين لازم اخليكم تاخدوا الايه. لان بصراحه اللي هيجرب قمر الدين ان شاء الله هيدعي لنا دعوه حلوه يعني. انا عارف ان انتوا كلكم بتدعوا لنا
بس لما يبقى قمر الدين بتجيبوا اللفه ب 40 جنيه ولا بتاع، وانت هتكلفك ال 700 جرام اللي احنا عملناهم امبارح دول هيعملوا بتاع لفه ونص، هتلاقيه ايه. طيب احنا هنا ادي قمر الدين اللي احنا شلناه، بصوا هوريها لك اهي، بصوا ابتدت تمسك ازاي اهي، شايفين بقت حته عامله ازاي اهي، تمام. سنه صغيره كمان، وهكون مجهز شوف بقت ماسكه ازاي، كره ازاي اهي، تمام. سنه صغيره، هكون مجهز عندي سيليكون اهو، هدهنه زيت وهروح نازل عليه بايه، بقمر الدين وفردينه على الزيت. حاضر، ننزل مقادير قمر الدين لو سمحتوا. طب هنا انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هنا عملت شربات، تمام، وعندي الكنافه. استاذ احمد كان بيقول لي الكنافه العثماني، دي الكنافه العثماني. خلاص، هعمل ايه دلوقتي؟ طيب مقادير قمر الدين نزلت لحضراتكم 350 جرام، نص كيلو مشمش، اديتهم حوالي 150 جرام ميه او 200 جرام ميه، وسلقتهم، وبعد ما سلقتهم ضربتهم في الخلاط، نزلتهم الخلاط، حطيت عليه 350 جرام سكر، والاولانيين كنت حطيت عصير ليمونه في السلق بتاعه. بعد ما ضربته في الخلاط 350 جرام عسل جلوكوز، 150 جرام عسل جلوكوز و350 جرام سكر، ورفعتهم على النار زي ما انتم شفتوا كده. ممكن في الاول نار عالي شويه، انما مجرد ما هتبتدي، بصوا اهي، مجرد ما هتبتدي تربط هبتدي ايه، اهدي النار وتقليب مستمر، والا هلاقي الارضيه اتحرقت وغمقت وقفشت مني والوش لسه. تمام. لا ما قفلش، بس هادي شويه، انا جايب على الاخر، عايزها تستوي بسرعه عشان اقفل دي، عشان الشربات ده يغلي معايا بسرعه. انا بعمل ايه هنا؟ انا هنا دي عملت ايه؟ جيت الكنافه اللي احنا جبناها اهي، الكنافه العثماني اللي بجيبها، بروح مهيشها كده وحاططها في صاج كبير، تمام، ومديها رشه سمنه، واروح مدخلها الفرن تتحمص، هتطلع بالشكل ده اهي، شايفين اهي، تمام كده، خدت اللون الذهبي بتاعي بالشكل ده. لو انا عندي حد مثلا مريض سكر او حاجه ممكن ادخلها لوحدها كده من غير اي حاجه. معانا ملك من الجيزه. طيب استاذه ملك، الو. ايوه يا فندم، ايوه يا ستي. ازيك؟ ربنا يعزك، ربنا احببكم الله الذي احببتموني فيه يا ستي، ربنا يعزك. والله يا شيخ احنا انت عندك كام سنه؟ احنا بنتفرج عليك على طول وبنحبك. ربنا يخليك يا رب. انت عندك كام سنه؟ عندي 10. 10؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميكي كده، واعمل لك تورتايه فرحك ان شاء الله. ايه تاني؟ قولي لي عايزه ايه يا حبيبتي؟ لا مش عايزه حاجه، انا بس كنت عايزه اسمع حضرتك. بس كده عايزه تكلميني كده بس، عشان مش عايزه تطلبي حاجه؟ انا عناية ليكي. شكرا ليكي يا ملك، تسلمي يا حبيبتي، ما تحرمش منك، ربنا يخليكي لبابا وماما ويحفظك. تمام اهو قمر الدين اهو، بصوا ابتدى يتقل ازاي بقى يا جماعه اهو. انا عندي في البيت في نقطه مهمه قوي، ايه هي؟ اللي احنا بنجيبه من السوق بيبقى تقيل قوي وبيتشد. ليه؟ كل ما ركزته كل ما هيعيش معايا فتره اطول، انما انا هعمله في البيت وهشيله في الثلاجه، لا هيتحط بقى في السوبر ماركت ولا في الشارع ولا في اي حاجه، فهيبقى عندي مفيش فيه مشكله ان هو حفظه. وبعدين انا بعمل من ايه، من يعني في ساعتها على طول، يعني مش بخزن من السنه للسنه يعني. تمام. احنا حاطين هنا شويه زيت اهم اهو، ماشي اهو، وهاجي في الثانيه برضو واروح حاطط ايه، شويه زيت اهو اهو، تمام. وهاجي هنا هروح واخد قمر الدين اهو، شايفين التقل الاول انا كنت منزله زي العصيره، شايف دلوقتي بينزل ازاي، تقل ازاي.
اهو. اهم حاجه نخلي بالنا يا جماعه معلش بشويش خالص وبحرص، لان درجه الحراره دي فوق ال 110 اكتر من 110 اهو. بقول لكم خلوا بالكم، وانا ايه عملت ايدي فيها اهي. بصوا اهي، هنفرد اهو بالشكل ده. حط بس دي هنا كده ماشي، ايه ونفضي دي كده. طبعا هم بره بيبقى عندهم بقى ايه قوالب بيحطوا فيها، مصممه تيجي في ايدي مش عارف انا مين اللي ايه موصيها عليا. خلاص واروح واخد دي عليها على الوش اهي. تمام. لو عندي المردانه اهي كده، قمر الدين قدامك اهي فروم A to Z ماشي. انا هسيبه يبرد بره مفروض، بس انا عشان ايه معاكم كده بسرعه ونشوفه، هنحطه كده ايه يستوي او يبرد بمعنى اصح. احنا هنا كده ده مش عايزينه خلاص، عايزين نعمل بقى ايه الكنافه. نقفل العين العاليه دي ماشي، ونقفل دي برضو مش عايزين. طيب انا هاجي هنا بس كده اشوف انا عملت هنا شويه شربات تمام وخليتهم يغلوا. طب انا بعمل ليه الشربات وخليته غلي؟ انتوا عندكم قمر بتاع ده الكنافه، الكوبايات الكنافه اللي انتوا على طول بتلاقوا عليها دوشه وناس وطلبات وحكايات ومحتاجات. نمسح بس كده قدامنا. فكروني على البيتزا. البيتزا هقولها بسرعه كده. كيلو الدقيق انا بديله 15 جرام خميره، بديله 20 جرام سكر او عسل ابيض، بديله 50 جرام زيت زيتون، بديله زعتر جبلي بفركه واحطه في العجينه، شويه فلفل اسود، بابريكا، بحطهم كل دول في العجينه. ليه؟ كان زمان ولادي هم صغيرين يجيبوا البيتزا ياكلوها ويرموا الحروف، ما بيحبوش الحروف فيرموها. انا ما عندهاش مفارش سيليكون تفرش على ورق زبده، مفيش مشكله، بس ادهنه زيت ماشي اهو. احنا بس بنلف دي كده تمام. وهعجن عجينه البيتزا بتاعتي كلها كويسه. كيلو الدقيق انا بطلعه من 12 ل 13 بيتزايه 24 سم. انا بخليها البيتزا الايطالي اصولها الرفيعه اللي هي السن. البيتزا البان الامريكاني دي انا بحس ان انا باكل عيش. تمام. دقيقه واحده بس. انا كده بصوا حطيت السيرب بتاعي. انا خدت شويه سيرب من بتوع الكنافه ورحت مديهم غلوه تاني على النار. طب حاضر ماشي. هنيجي نعمل ايه هنا؟ هناخد شويه كنافه اهي بالشكل ده، وباخد الشربات. نجيب معلقه خشب اجمد اهو. الشربات اللي احنا خدناه ده كده اهو تمام. وبعمل ايه؟ بصوا الشربات ده انا اديته تسويه شويه لحد ما وصل درجه حرارته لحوالي 110 او الثريد اللي هي الفتله. لما امسك كده الشربات بين صوابعي الاقيه عامل فتله ماشي اهو. طب انت ليه بتعمل كده؟ انا الشربات اللي انا بحطه ده بيبقى عامل لي زي السمخ تمام، بيمسك الكنافه العثماني في بعضها اهي.
طب لو انا حسينا ان احنا محتاجين شويه تاني هنحط شويه كمان اهو. وايه ونشغل عليهم. طيب احنا اخبار الفوتنج عندنا ايه في المسابقه؟ السمك لا زال في المقدمه 59. السمك شكله كده اللي هياخد الدوري السنه دي. 65 السمك، بسم الله ما شاء الله. و15 فراخ و20 اللحمه. هو الناس قبل رمضان بقى كل سنه طيبين عايزين ياكلوا ايه؟ سمك. طيب بص ماله. حاضر. طيب هنعمل بس حاجه صغيره كده هنا. بص انا هعمل ايه. انا عندي هنا كريز، عندي سوداني. بص انا هعمل ايه كده اهو. هحط هنا عشان الناس اللي بتقول لك الفستق غالي والبندق اغلى، ولسه النهارده بكلمهم بيقولوا لي عين الجمل بقى ب 250 جنيه الكيلو، فربنا المستعان. الكنافه اللي احنا حطيناها دي اهي خلاص ابتدت ايه تبقى عامله، شايفين اهي. هاجي هنا هعمل ايه؟ بصوا هنحط هنا كده 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 كده، وناخد يعني انا هوريكم بس واخد الفاصل اكمل وبعدين ايه ارجع لكم اهو. طيب اهو شايفين انا بعمل ايه اهو. بروح واخد هنا كده ومالي. خلاص انا هامله بقى كل دول. هاخد فاصل صغير املى انا بقيت الحاجات دي وارجع لكم على طول. خليكم معانا. ده كده الفولت عالي. يلا ماشي رجعنا لكم تاني. كان في حرب عالميه الثالثه وانتوا في الفاصل. تمام. انا عندي شويه شوكولاته سيحتها مقص خفيف كده. الكوبايات بتاعتي معايا. بصوا اي بقى شكل انا عايزه. شوكولاته متسيحه مفيش بقى لا زيت ولا ميه ولا الكلام اللي ايه الناس اللي بتتابع الشيف احمد القاضي ما بيعملوش الايه الحاجات الكخه دي. طيب معانا استاذه الزهراء. ايوه ازيك يا ستي؟ ايه رايك في وانتي طيبه؟ ربنا يعزك. الله يخليك. معلش انا كنت عايزه استفسر بس عن القمر الدين اللي انت حضرتك عملته دلوقتي. اموريني. اضيف له ميه ولا من غير ميه؟ ازاي؟ احط له ميه وهو في المكونات بتاعته على النار ولا؟ ما احنا حطينا، مش احنا الاول حطينا المشمش في ميه يتسلق صح؟ طيب طب معلش ممكن بس سؤال تاني؟ اتفضلي. عايزه اعرف بس لو عايزه اجمد الخوخ في الفريزر اجمده ازاي؟ تجمدي الخوخ؟ بصي تخزينه يعني. انت عايز تعملي بيه ايه؟ لا انا عايزه اخزنه بس مش اشيله في الفريزر. كخوخ ولا عايزه تعملي بيه حاجه؟ لا كخوخ. طيب حاضر. طريقه هنقول لكم على الكومبوت برضو والحاجه. بص انا عملت ايه هنا. انا عملت ايه. الكنافه هي العثمان اللي احنا عملناها. الكوبايات حطينا شويه تحت اهم. دي مربة المشمش اللي انا عملتها امبارح سويناها بعد الهوا اهي شايفينها اهي كلها حتت مشمش جوه ودي ميزتها. معانا استاذه منى من القاهره. الو. الو. ايوه ازيك يا شيخ احمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. امورين وانت طيبه يا ستي؟ تسلم ايد حضرتك على اللي عليك تعمله. ربنا يسلمك ويعزك. اموري. بعد اذن عليك انا كنت عاوزه طريقه الماكرون. حاضر. هنعمل حلقه عنه لان انا عارف ان الماكرون ما اتعملش صح في التلفزيونات وفي مشاكل انا عارف. هعمله لكم وهعمل لكم الماكرون تاور كمان ان شاء الله.
هنعمل حلقه عنه ونتكلم عنه. والماكرون برضو للناس اللي مش عارفين، انا عندي فيه ماكرون وفي اسمه هولنديز. الهولنديز ده اللي هو الماكرون اللي بيتعمل بالايطاليان ميرينج، بيتعمل بالايطاليان ميرينج. تمام. انما الماكرون اللي على البارد اللي هو بطريقه الفرنش ميرينج اسمه ماكرون، واللي على السخن هم الاثنين بس ده اسمه هولنديز اللي هو بنعمل له سيرب على السخن زي الكريمه الزبده، والتاني بيبقى على البارد. ماشي تمام خلاص. اوكي كده جدا لحضرتك. عينيا. طيب تحت امرك. اهو هنا لو انا عايز احط كريمه يا جماعه احط اي حاجه، هحط في الكوبايات بتاعتي. تمام. احنا طب هتدفع كام في الاخر؟ بلاش دفع، ادفع انا خلاص. ماشي، انا يشرفني ان انت تخرج الحلقات بتاعتي. ربنا يعزك يا حبيبي. تمام اهو. ممكن انا حطيت هنا مربى المشمش، عايزين تحطوا بقى شويه كريمه مفيش مشكله عندي. تمام. هاجي هنا اهو. نعم. لا اديني دقيقتين 3. ماشي. عشان انا ممكن اطلع تبع اسم ايه هنا، ممكن اطلع دلوقتي واشتكي واقول انتوا مدخليني متاخر ويبقى ايه ونعمل بقى. طيب خلاص ماشي خلاص بس كده اهو بقى. يلا بقى ماشي اهو كده. لازم اهدد يعني. ماشي حاضر. تمام. هاجي هنا كده حته مشمشايه صغيره. طبعا الوقت لو فيه يا جماعه مساعد كنا عملنا حاجات احسن من كده بكتير واسرع من كده. هنطلع بس الكنافه بتاعتنا. تمام. تمام. هنصفيها، هنسيبها تصفي براحتها. انا قلت لكم هي هتشرب السمنه اللي هي هتشربها، والباقي هي ايه لا دي السمنه. ايه الفكره هنا؟ انتوا شلتوا عايز بصوا انا بصفي خالص. اهم حاجه في الشرقي ان انا شايفين انا بصفي ازاي اهو. صفيت خالص 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 خالص. هشرح لكم دلوقتي. مفروض احنا بيبقى عندنا كنت عايز الصينيه. ايه رأيكم في لونها؟ بص عامله ازاي؟ الكنافه دي ميزتها بقى ايه؟ كنافه القاضي دي انها واخده شربات كتير، واخده سمنه كتيره في التسويه. فبتحصل ايه؟ اجي افتح في اي حته هلاقيها كلها مقرمشه عامله زي الكنافه البورمه وكلها لونها ذهبي. اي واحده بتعمل كنافه في البيت تمام هتلاقيها ايه؟ تفتح الكنافه تلاقيها من بره ذهبي ومن جوه لونها ابيض شويه. ليه؟ اهو. تمام. انا برضو هسيبها دقيقتين تشرب براحتها، وبعد الدقيقتين هروح ايه يلا بقى احنا دافعين حاجه. نعم. يلا ختامه مسك. يلا بشكركم على الوقت اللي قضيتوه معانا. لو في شوكولاته كنا هنعمل ريجه شوكولاته كده متابعني في الريجه. ماشي. العبوا بقى انتوا براحتكم، انتوا خلاص عيشوا حياتكم. بشكركم على الوقت اللي قضيتوه معانا.
بكره ان شاء الله احنا مكملين في اصناف الكنافه. تمام. وبق عصير انا محتاجه والله، ده اظبط من بتاع امبارح. بشكركم على الوقت اللي قضيتوه معايا، ويا رب كده عايز الناس تجرب، انا عايز التفاعل بتاعكم، عايزكم تجربوا وتكلموني وترجعوا لي صوروا الحاجات اللي انتوا بتعملوها، ابعتوا لنا صورها ونتناقش مع بعض ونشوف لو في مشاكل نحلها سوا. نتقابل بكره على خير في تكمله مهرجان الكنافه مع حلو القاضي. السلام عليكم.